طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي ما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. مانشستر يونايتد ضد انتر ميلان. لمسة بينية، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. بينية رائعة، يلعبها على اليمين، ليس متسللا هنا. دي ليخت يشتت، عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. تعادل بدون أهداف مستمر. تمريرة جميلة، نايمار، عرضية من نايمار، كان ممكن التعامل مع الكرة بشكل أفضل. الآن التماس أنهى الهجوم مرتد. دي ليخت، إريكسن يبحث عن المهاجم، يحولها للجهة اليسرى. انطلاقة كانت جريئة، لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. فرانك ريبيري، الإمكانية الآن، هدف انتراوي. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. كان عند المساحة والوقت الكافي لكي يسجل بدون أي ضغط من أمام المرمى مباشرة، تواجد في المكان السليم وعمل جماعي رائع من الفريق. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. بينية جميلة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. أراوخو اعترض التمريرة، يمر ويلعب كرة بينية. إريكسن، الآن فرصة للهجوم المرتد، كرة طويلة للأمام، كرة من جهة اليمين، والفرصة خطيرة، الكرة إلى خارج المرمى. أي فرصة ضاعت هنا، مجهود كبير من أجل التسجيل. كازيميرو سجل هدف وحيد في هذه المباراة، وحتى الآن ما زال هو العلامة الفارقة في النتيجة. هدف مقابل لا شيء الآن. تدخل ممتاز لاعتراض هذه الكرة. أماد، برونو فرنانديز، أماد أمام فرصة للتسجيل. راشفورد في موقع التسلل، يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. شوط أول شفنا فيه
ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نترقب وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة. لا لا لا، بعيدة جدا على المرمى. فرصة كانت سانحة واتخذ قراره بالتسديد، لكن في النهاية غابت الدقة وراحت الكرة عالية جدا وبعيدة عن الشباك. يقطع الكرة، ممتاز في التمرير. ميسي، يلا جول! يا سلام على كرة في المرمى، هدف يشعل الأجواء، هدف يثير الحماس. المدرب يعرف أنه مع الضغط يكون هنالك أخطاء، مع الأخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك أهداف. هدفين مقابل لا شيء، واضح جدا للجميع بصراحة. مجريات هذه المباراة تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. ليونيل ميسي، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. توقيت مثالي للتحرك واستقبال كرة، ضرب خط الدفاع، لم يقع في التسلل. توقيت هو مفتاح هذا الهدف. مرة أخرى يسجل، يؤكد لك على الثنائية. النتيجة 3 أهداف نظيفة. الآن يحاول تمريرها من بين المدافعين. كازيميرو، برونو فرنانديز، والبينية تبحث عن المنطلق. يحاول إيصال كرة إلى الأمام، لكن كرة خاطئة لا تمر. تلعب للأمام. ضاعت الكرة قبل أن تسبب أي تهديد حقيقي. كازيميرو، راشفورد، كرة تلعب على اليمين، مساحة خالية على الجانب. في الوقت المناسب يتدخل كازيميرو. الآن فرصتهم للمرتدة. رونالدو، جوليان ألفاريز، كريستيانو، فرصة كبيرة الآن والهدف يأتي. هذه هي الإثارة، هذه هي المتعة، هذه كرة القدم وروعتها. الآن يسجل هدف العاشر، أكيد مجرد بداية ولن يتوقف عندها. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. Substitution on the field, number 16. والآن حان وقت التوقف الأول مع إجراء تغيير. بهذا الكم من الأهداف، بهذا الفارق، أصبح العودة بالنسبة للخصم أمر صعب جدا إذا لم يكن مستحيل. ضغط جيد هنا والتعامل بقوة كبيرة، يلعبها في المساحة. انتهت الهجمة الواعدة مبكرا. أنتوني، راشفورد، الآن باتجاه اليمين، توغل وفات الآن. برونو فرنانديز كان في المكان المطلوب لكنه لم يتمكن من ترجمة الكرة لهدف. كريستيانو رونالدو، فان دايك، كريستيانو رونالدو، والآن لديه فرصة خطيرة على المرمى. فرصة من جديد. فعلها وسجل كرة في الشباك.
من يوقف ماكينة التسجيل؟ هل يرحمون الخصم بعد هذه الأهداف أم هناك المزيد؟ هذه ليست مباراة، لأنه بصراحة المباراة معناها يكون في تنافس من أي نوع. اليوم كانت سيطرة من طرف واحد، مباراة في اتجاه واحد. Substitution on the field. Number 10, Rashford. مانشستر يونايتد يحاول إيجاد حل تغيير على أمل تحسين وضعيته في المباراة. انطلاقاته راح تكون مصدر خطورة في داخل الملعب بكل تأكيد. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. هل تمر الكرة؟ عرضية من فرانك ريبيري في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. فرانك ريبيري، هذه لعب كريستيانو رونالدو، تسديدة قوية بالتأكيد. انتهت المباراة. انتر قدم مباراة كبيرة بدون شك، سيطرة كبيرة ونجاعة هجومية وأداء مثالي في الخط الأمامي بدون شك. هذه مباراة مذهلة على المستوى الهجومي. كريستيانو رونالدو اختير